السلام عليكم. دائما مع الوصفات الصيفية لمطبخ أم نور حضرت لكم اليوم وصفة كسرة محشية بطريقة سهلة، عجينة جد سهلة وناجحة 100%. والحشو أكيد ذوقه مميز ورائع. ما عليكم غير تشاهدوا الفيديو من الأول للآخر، أكيد حتعجبكم هذه الوصفة. والنتيجة هاي لكم اون ديغي راكم تاكلوا في لي سوفلي. يعني خدمناها بالسميد. والطريقة والمكونات جد بسيطة. ما عليكم غير تجربوهم وتكتبوا لي رايكم في التعليقات. طبعا ما تنسونيش بجام وتابوني في القناة وتشجعوني بالتعليق. بالنسبة لطريقة التحضير، إذا بسم الله. أول حاجة نحضروا الحشو تاعنا باش يبرد كيما نحضروا الحشو تاع المحاجب. عندي حبة بصلة كبيرة قطعتها قطع صغار درتهم في مقلة. ضفت عليهم 2 ملاعق كبار تاع زيت زيتون، تقدروا تعوضوها بالزيت العادي. وغطيت على المقلة تاعي ودرتها فوق النار قليلة. نخلو البصل تاعنا حتى يدبل ويحمر معنا شويه. طبعا هذا سر من اسرار نجاح الحشو تاعنا باش يجيكم تاني كبنين. من جهه اخرى خذيت 2 حبات طماطم. كما كنتوا تشوفوا راهي حمراء الله يبارك، سكرفشتهم وخليتهم بجيه. عاودت وليت للمقله تاعي، قلبت هذاك البصل قلبته يعني باش نتاكد هكذا البصل يدخل له كامل طياب من الجوانب. وضفت له رشه تاع الملح هكذا باش ما يطيبليش ما يتقلاليش من السوس. ونعاود نغلق عليه ونزيد نخليه يزيد يدبل شويه باش نضيفوا هذيك الطماطم هكذا. عاودنا ولينا عليه. شوفوا هنايا يعني البصل راهو بدا يحمر معانا. حنا نضيفوا هذيك الطماطم نضيفوها. وانتم طبعا الكميه هنا الحشو اللي حنديرو يعني 3 خبزات. حندير 3 خبزات كبار ونخلطوا مليح هذاك البصل مع الطماطم. ونتبلو ندير الملح شويه ملح برك، ندير فلفل اسود وندير البابريكا او الفلفل العكري مع ربع ملعقه صغيره طماطم مصبره. نخلط كامل المكونات ونغطي عليها ونخلي هاد التكتوكه طيب لي في غردها. يعني طيب في ماء تاع الطماطم يعني. هنا تشوفوا ما ضفت ولا قطره تاع الماء. وهنا بدات تجمر لي واكيد حنخليها تبرد تماما، نطفيو عليها ونخلوها تبرد تماما. نجوزو دركا نشوفوا طريقة تحضير العجين اللي طريقتها جد سهلة. هنا عندي 6 كؤوس تاع سميد رطب. 6 تاع كؤوس سميد رطب. طبعا نغربلوهم. كاس تاع 220 مليلتر. طبعا راكم تحسبوا معايا هنا. المهم عندنا 6 كاس تاع سميد رطب، ماشي المتوسط وماشي الخشن. الكسرة يعني باش تجيكم مليحة وطرية يعني عملوا بها نوعية تاع سميد رطب. واكيد يعني حتخرج لكم هايله وحتفرحوا بها ومشبعه. يعني هذه الكسره تجيكم تاكلوا وحده زوج تشبعوا به فيه. هنا ضفت ملعقه كبيره تاع سكر. هنا بما انه حندير 3 خبزات يعني في كل جهه حندير 3 تاع ملاعق صغار خميره تاع الخبز. وضفت معها في 3 جهات ملعقه صغيره تاع الملح. وضفت زرارة. وفي كل جهة أيضا حنضيف ملعقة كبيرة فارينة أو الطحين الأبيض 3 خطرات. ونحرك كامل هذه المواد الجافة. الفارينة على درتها أحيانا درت لكم الوصفة طبعا تاع الكسراي في قناتي، شحال من وصفة درت لكم بالسميد وحده بالفارينة. هنا درت غير شوية تاع الفارينة لأنه نوعية تاع السميد اللي عندي ماشي مضرية نتعامل معها، ولذا ضفت الفارينة. لكن إلا نتوما السميد تاعكم مليح ما ديروش الفارينة. هنا ضفت كاس تقريبا كاس الا ربع زيت نباتي. انا درت خليط بين زيت وزيت زيتون. وبسست مليح المكونات باش بديت نضيف الماء عادي يعني من الحنفيه. ونبدا نطم في العجينه تاعي حتى تحصلوا على كتله واحده والعجينه تاعكم تجي طريه. المهم باش ما يغلبكمش الماء يعني ضيفوه تدريجيا. هادو دائما نصائح نعطيهم للمبتدئات وهكذا باش تنجحوا في هذه الكسره وباش ما تغلبكمش يعني كي تحلوها. يعني ماذا بيا تشوفوا فيديو من الاول لاخر هكذا باش تنجحوا في هذه الوصفه الهائله. يعني هذه الوصفه بنينه بزاف تاني تقدروا ما تدوها معاكم للبحر. انا في الصيف تهبطوها معاكم للبحر يعني تجي هايله ومغذيه يعني تاكلوا وحده زوج تشبعوا. وتحصلوا على عجينه متماسكه وتكون طريه. هذا مهم جدا. نحطوا العجينه تاعنا فوق لو بلون دو طرافاي بعد ما طميناها. ونحاول نقطعها بهذه الطريقه يعني كشو نقطعوا في العجين. هاد لي جيست هادو حيخلي العجينه تاعكم تجيكم طريه، تجيكم اون ديغي كي تقسموها اون ديغي راكم تاكلوا في لي سوفلي. تجي خفيفه بزاف.
ندير كورة ونحطها في الساشي، نخلّوها تريّح 15 دقيقة حتى ل10 دقايق، المهم أنا خليتها 15 دقيقة لو temps الحشو تاعي راني طفيت عليه ونخليه يبرد تمامًا، والحشو تاع اليوم طبعًا حنضيف له إضافة حندير له دجاج مرحي حيعطي له واحد البنة رائعة. إذًا في مقلة درت كمية تاع زيت، كمية قليلة، وخديت هنا كمية تاع 200 غرام تاع دجاج مرحي، وحاولت يعني نحلّو هكذا بهاد الطريقة، نحاولوا نقليوه على نار تكون عالية، نقليوه من جهتين ونديروا له لي زيبيس، يعني طريقة سهلة. ودرت له هنا الملح، الفلفل الأسود، الكركم، سكنجبير، وشوية فلفل الحلو أو العكري، ودرت له زوج فصوص تاع توم. وهنا نحاولوا نقلّوا الكل، نقلّوا هكذا باش يعطينا بنة هايلة. ونخلّو الدجاج تاعنا يكمّل طيابو. طبعًا درت لكم شحال من وصفة تاع الكسرة المحشية اقتصادية بدون لحوم، وهذه اليوم راني دخّلت لكم فيها دجاج المرحي. نخلّوه يطيب الدجاج تاعنا يعني 5 دقايق 10 دقايق نطفّيو عليه ونخلّوه يبرد تمامًا. نعاودو نولوا العجينة تاعنا بعد ما ارتاحت 15 دقيقة. درت حربوش طويل وحاولت هكذا نقسّمهم إلى 6 قطع. طبعًا كل زوج قطعتين حنديرهم خبزة واحدة، لأنه الخبزة هذه المحشية وكسرة محشية حنديروا طبقة من التحت وطبقة من الفوق، وفي الوسط حيكون هذاك الحشو اللي درناه مع بعض. ناخدو القطعة الأولى نحاولوا نحلوها كما راكم تشوفوا تجي إلاستيك لأنه خليناها تريح شوية ولو أنه درناها بسميد يعني كثرتها بسميد وشوفوا يعني نقدروا نتحكموا فيها كما راكم تشوفوا. المهم حلوها يعني سمك تقريبا 1 سنتيمتر، قد ما تحلوها رقيقة قد ما تعطيكم نتيجة مليحة. الحشو تاعي برد، درت الحشو تاع الصلصة ومن الفوق درت الحشو تاع الدجاج المفروم اللي نكهته بالثوم اللي عطالي نتيجة روعة. هنا تقدروا تضيفوا أي نوع تاع الفرماج يعني اللي عندكم، أنا درت هذا تاع مربعات، تقدروا ديروهم هكداك مربعات. المهم هذا الفرماج أكيد حيذوب لكم لأنه حنطيبوه فوق الطاجين. وهاي ليكم يعني نضيفوا القطعة الثانية من الفوق ونحاولوا نغلقوا الخبزة تاعنا، الخبزة الأولى هاي ليكم، يعني نحاولوا نغلقوا كامل الجوانب بالتفصيل، يعني نحاولوا نغلقوهم نضغطوا هكذا ونغلقوا كامل الجوانب هكذا باش ما يتحلوناش، وفي الأخير نجوزوا عليها بلا غولات هذه هكذا باش الحشو تاعنا نضمنوا ما يخرجلناش. بالنسبة لطيابها طبعًا حيكون فوق الطاجين، أنا درت الطاجين تاعي يسخن على أعلى درجة، نحاولوا نسقموا كامل الحواف نغلقوا مليح نقدروا نجوزوها هكذا بالفرشيطة نجوزوا عليها باش نغلقوا مليح الجوانب، ونحطوا الخبزة تاعنا كما راكم تشوفوا راهي طرية وتقدروا تحكموا فيها كيما تحبوا. نزيد فوق الطاجين نسقم عليها قبل ما تبدا تسخن لي، وهكذا الخبزة تاعي نخلوها طيب على نار متوسطة، نقصوا شوية النار، فوق شوية متوسطة، المهم ما تعلوش النار وما تنقصوش للنار، هكذا باش تطيب لكم مليح. كما تعرفوا هذه الخبزة بالسميد. المهم طيبوها خلوها طيب في غرضها. هنا نقلبوها بهذه الطريقة، شوفوا حمرت لي كامل من الجوانب، ونحاولوا نضغطوا هكذا مليح. أنا كاين جهة شوية تحلت لي ما غلقتهاش مليح، لكن نتوما حاولوا غلقوها مليح. نخلوها طيب من الجهة الثانية، وهكذا الخبزة الأولى تاعي راهي قريب توجد معنا. واش نقول لكم يعني بنينة بزاف هذه الوصفة، هذا واش يسلكنا أيام تاع سخانة. توالى من الخرجات تاعنيك، ومام الأطفال تاعكم أكيد حتعجبهم هاد الوصفة. واللي لحقوا معايا حتى دركا ما تنسونيش بالجام وتابونيو في القناة وتبارطاجيو هذه الوصفة مع غيركم هكذا باش تدعموا قناة مطبخ أم نور وباش يلحقكم كل جديد فيديوهاتي. هي سخونة نحاول هكذا نقسمها مثلثات كيما تحبوا مربعات، المهم قسموها. كيما راكم تشوفوا الحشو تاع اليوم فيه شوية دجاج، تقدروا ديروها بدون دجاج، تقدروا تعوضوا الدجاج ديروه بالطون، يعني نتوما شوفوا يعني الشي اللي يخرج عليكم. وهكذا الوصفة تاعنا حاضرة، ويا سلام على البنة نتاعها، خصوصا كي ضفنا لها إضافة تاع الدجاج مرحي عطالها بنة ولا أروع. وهاوليكم القوام تاعها، شوفوا السمك تاعها قد ما ترقوها قد ما تجيكم بنينه. يعني جات هايله. ميم العجينه اون ديغي راكو تاكلوا في لي سوفلي. طبعا مرحبا بكم في قناتي، زوروا قناتي فيها العديد من الوصفات يعني كامل ناجحين وكامل بمقادير مضبوطه. ان شاء الله يعجبوكم، برك دعموني من فضلكم بالتعليقات. وهكذا لحقنا لنهايه الوصفه وحنقسم لكم وحتشوفوا شوفوا يعني النتيجه روعه البنات. ما عليكم غير تجربوها. شوفوا حنقسم لكم، شوفوا النتيجة تاع العجين جات هايلة، تجي خفيفة، يعني تاكلوا وحدة زوج يعني جات بنينة بزاف هاد الوصفة.
وهكذا لحقنا لنهاية الوصفة. نخليكم مع هذه الصور الجميلة. إن شاء الله نتلاقاو مع وصفات أخرى صيفية بطريقة سهلة إن شاء الله، وإلى اللقاء.